50% من الناس اللي عايشين على الكوكب ده ستات. ففكك خالص بقى من جو مفيش منها اتنين ومفيش زيها ومش عارفه لا زي كل الكلام ده عبط. يعني بتصحى شكلها تقرف زيك، بتخش حمام زيك، بتطلع اصوات من تحت زيك، بتاكل زيك، بتعمل كل حاجه زيك. فبالله عليك ما تحطش حد في مكانه اكبر من حجمه. بني ادمه زيها زيك بالظبط. وبعدين تعالى هنا، هو انت ليه شاغل بالك قوي بان انت بالبنات؟ يا ابني العبط ده، يا ابني عندك ابوك وامك يا ابني. انت شاغل بالك قوي بحاجات ليه مش في وقتها. انا بتكلم معاك بامانه والله. ايه العبط ده اللي هنا ده؟ ايه انت شايله وحاطط ايه؟ ما كفايه ابن عبط يا ابني. باباك ومامتك بيتألموا عشان انت مع الاسف مش عاوز تعمل الحاجات اللي انت عارف ان انت المفروض تعملها. انت عارف ان انت المفروض تاخد بالك من صحتك، انت عارف ان انت المفروض تبتدي تشتغل على نفسك، تبتدي تشتغل على طريقه كلامك، تبتدي تشتغل ان انت تحاول ان انت تحسن من حياتك. يا سيدي اسعى، خلي عندك حسن الظن بالله واسعى. اسعى، مش بقول لك انك لازم تعمل 100,000 جنيه في الشهر ولا كل الارقام دي، بس اسعى، طور من نفسك. مش فاهم انت مستني ايه؟ الموضوع اقسم بالله هيصعب كل يوم على اليوم اللي بعديه. انا مش جاي اشجعك، جاي بقول لك الحقيقه. انت فاكر الحاجه اللي انت بتجيبها دلوقتي ب 20 جنيه كمان كام سنه مش هتبقى ب 200 جنيه ولا 100 جنيه؟ هو ده الواقع، هو ده الواقع. ما تقعدش تقول بقى لا هو الكلام ده ما بيحصلش غير في مصر. والله بيحصل في كل الدول. الانفليشن، التضخم في كل الدول. فبطل بقى فكره انا عشان عايش في مصر فحياتي جحيم. لا يا باشا، لا لا خالص. في ناس حياتهم جحيم في اي حته. هتلاقي واحد في امريكا حياته جحيم، واحد في كندا حياته جحيم، واحد في اوروبا حياته جحيم، واحد راح دوله عربيه وبرضه حياته جحيم. ففكك بقى من الجو ده. اقسم بالله الموضوع كله يتعلق ب طبعا توفيق ربنا والمايند سيت، العقليه بتاعتك. انا عارف الكلام ده مع الاسف من كتر ما فيه كونتنت هلس وهبل وعبط ومقالب متخلفه، بقى فكره انت لما تتكلم على العقليه وتتكلم ازاي تفكر وتتكلم على اهميه انك تشتغل على عقليتك حاجه مهمه فشخ، ومهمه فشخ بالنسبه للنجاح. شوف اي واحد غني، شوف اي حد من الشاركس لما بيتكلم على ايه؟ يقول لك عقليه. ليه؟ لان دي الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تتحكم فيها. انا ما اقدرش اتحكم في الجو، ما اقدرش اتحكم في سياسات معينه، ما اقدرش اتحكم ان الدوله مثلا تغلي السعر الفلاني ولا الدوله مثلا تمنع الحاجه الفلانيه. ما اقدرش اتحكم في كل الكلام ده، وماليش دعوه بكل الكلام ده. مش فاهم معايا ليه؟ لان في النهايه مهما انا اتكلمت ومهما يعني اعترضت على حاجات ومهما ايا كان اللي انا هقوله مش هيفرق في النتيجه اللي هتعود عليا. ليه؟ لان ببساطه ده الواقع. وببساطه ثانيه في ناس في نفس البيئه في نفس البلد وبيعملوا فلوس كتيره. فاهم؟ وانا مش بقول لك انك لو ما عملتش فلوس كتيره انت ولا حاجه وانت والله ما بقولش كده، والله ما بقولش كده. انا كل اللي بقوله ان باباك ومامتك يستحقوا ان انت تتعب عشانهم، ان انت تضحي عشانهم، ان انت تبعد عن صحابك اللي ما لهمش اي لازمه، تمام، عشانهم. هو ده رسالتي من الفيديوهات بتاعتي. انا الحمد لله عندي ماركتنج ايجنسي، والحمد لله عندي شركه مبيعات، والحمد لله بكبر جامعه اونلاين اسمها ماني لاب يونيفرسيتي. فانا ما بعملش كده عشان فيوز. اقسم بالله الفيوز مقفوله، الاعلانات على اليوتيوب مقفوله، او على التيك توك او على اي زفت بلاتفورم. انا بعمل كده يا ابني عشان حاجه حلوه ان حد يخش ويبعت لك ويقول لك انت كلامك على فكره فوقني، انت كلامك خلاني ان انا ابص للحياه بمنظور تاني، خلاني ان انا ارجع حسن الظن بالله تاني، خلاني ان انا افهم ان انا لما بفشل ده مش معناه ان انا غبي، لا، ده معناه ان ده جزء من مشوار العظمه اللي ربنا بيخليني ان انا بعمله، اللي ربنا بيأهلني ليه. وانا متاكد ان انت عاوز تكسب فلوس بطريقه حلال وتعمل اول $1000 في حياتك، فركز عشان في مفاجاه قويه جدا انت والاف الناس كانوا بيطلبوها مننا. البرنامج التدريبي اللي هو كان سعره مش رخيص لناس ده اتلغى تماما وما بقاش موجود، وبقى في اشتراك شهري ثمنه اقل من ثمن وجبه هتاكلها في اي مطعم في اي يوم انت بتقضيه مع اصحابك، ونفس المميزات ولكن المبلغ رمزي جدا. بتتعلم ازاي تفكر كشخص ناجح، بتتعلم
الفيديو اديتنج من الصفر للاحتراف، كل الاستايلات الجديده وكل الاستايلات الجديده اللي هتنزل اللي السوق محتاجها بكل بساطه هتضاف شهريا. بتتعلم برضو ازاي ان انت تقفل صفقات باكتر من $1000، ازاي ان انت تبقى جرافيك ديزاينر وتعمل ثامبنيلز بطريقه محترفه جدا. بتتعلم ازاي بكل بساطه ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي ان هو يغير لك حياتك وان هو يخليك تعمل شغل بطريقه اسرع. وعلى فكره اللهم لك الحمد في اكتر من 200 طالب حياتهم اتغيرت تماما زي مثلا زوكس، زي مصطفى، محمد، ناس كتيره جدا بسم الله ما شاء الله حياتهم اتغيرت، وبسم الله ما شاء الله راحوا من ان هم ما كانوش عارفين ان هم يجيبوا عميل وما كانوش عارفين ان هم بكل بساطه يسعروا خدمتهم ويبيعوا خدمتهم الى ان هم دلوقتي وبيعملوا ما شاء الله اكتر من $1000. فدي فرصتك، اللينك هتلاقيه في الديسكربشن. خش دلوقتي عشان العدد محدود، وبعد ما نوصل لعدد معين السعر الرمزي اللي انت بتدفعه كل شهر ده هيغلى، فاستغل الفرصه. السلام عليكم.